ضربة موجعة ثانية لبشار الأسد، لن تصدق التفاصيل. جدد الاتحاد الأوروبي رفضه مسألة رفع العقوبات عن النظام السوري من أجل مساعدة المنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي. وأكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه يرفض رفع العقوبات المفروضة على دمشق جزئيا أو مؤقتا، مضيفا أن تلك العقوبات لا تشمل بأي حال المساعدات الإنسانية. كما أشار إلى أن 10 دول أوروبية مستعدة للمساهمة في مساعدة السوريين عبر الآلية الأوروبية. وفي السياق ذاته قال مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية يانيز لينارتشيتش إن دمشق طلبت تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن المفوضية تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد على الاستجابة لطلب دمشق الحصول على معدات طبية وأغذية مع المراقبة للتأكد من أن أي مساعدات لن يتم استخدامها لأغراض أخرى من قبل حكومة النظام الخاضعة للعقوبات. تزامن ذلك مع دخول قافلة مساعدات أممية مكونة من 10 شاحنات إلى مناطق المعارضة السورية من معبر باب الهوى وفق وكالة فرانس بيرس. يذكر أن قافلة أممية جديدة كانت دخلت يوم أمس الأحد إلى سوريا من تركيا محملة بمساعدات يحتاج إليها بشدة الضحايا السوريون للزلزال الذي ضرب البلدين وأوقع نحو 37 ألف قتيل في حصيلة قد تتضاعف بحسب الأمم المتحدة التي حذرت من إخفاق في إيصال المساعدات إلى الأراضي السورية. وتداولت صفحات إخبارية محلية مقاطع مصورة تظهر شجارا دار بين حملة شعبية محلية لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال وبين مسؤولي مشروع بغطاء خيري يتبع لنظام الأسد، حيث قام الأخير بسرقة قافلة مساعدات وتوجيهها إلى منطقة غير متضررة من الزلزال في محافظة حلب. وقالت مصادر محلية إن العديد من أهالي دمشق قدموا مساعدات تم جمعها في نادي الوحدة الرياضي، ومع خروج القافلة الأولى خرج معها أشخاص للمساعدة يضاف لهم مندوبين عما يسمى مشروع أحمد الخيري بهدف إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة. ولفتت المصادر إلى أن خلال سير القافلة تم جمع هويات الأشخاص بحجة الحواجز رغم وجود وثيقة من محافظة دمشق تم إعطاؤها للنادي لتيسير عبور القافلات. وقالت المصادر إن مشرفي المشروع الخيري التابع للنظام فرض عليهم وضع المساعدات بمناطق غير منكوبة لتخزينها وسرقتها. وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلا مصورا يظهر سيدة وهي تتجول في الأسواق المحلية في العاصمة السورية دمشق وتظهر عن انتشار مساعدات مخصصة للمتضررين من الزلزال تباع في السوق. ويوثق التسجيل بيع المساعدات الغذائية الإنسانية التي وصلت إلى المناطق السيطرة النظام، ويتولى الأخير استلامها ويزعم تسليمها للمحتاجين، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك تماما، حيث يتم سرقة المساعدات وبيعها. ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليم المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية. وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود تصريح أمني على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير. هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم. وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله. وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم من هجرهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر السوريين من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين، ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزة مضاعفة للمنكوبين وفق تعبيرهم. ومؤخرا خرجت عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات مقدمة من أبناء المناطق الشرقية في سوريا تجاه مناطق نفوذ المعارضة السورية المحاذية للحدود التركية شمال محافظة حلب وأجزاء من محافظة إدلب. ونشرت شبكة نهر ميديا المحلية عبر فيسبوك اليوم الاثنين 13 من شباط صورا تظهر عشرات السيارات كتب عليها فزعة أهل العشائر تحمل مساعدات إلى المناطق المنكوبة شمالي سوريا. وأضافت أن القافلات تجمعت على جسر قرافوزات شرق مدينة منبج بريف حلب الشرقي استعدادا للدخول إلى الشمال السوري. شبكات محلية عديدة قالت إن الشاحنات بلغ عددها 80 شاحنة جمعها وجهاء من عشائر العكيدات والبكارة وقبائل أخرى شرقي سوريا، وجهتها الأخيرة المناطق المتضررة بالزلزال على مقربة من الحدود السورية التركية. مصدر عسكري من الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني
قال لعنب بلدي إن 5 شاحنات عبرت إلى مناطق نفوذ المعارضة شمال حلب، بينما لا تزال بقية الشاحنات تنتظر السماح لها بالعبور. وأضاف أن الجيش الوطني فتح الطريق أمام القوافل بشكل كامل، في حين طالبت قصد بتفريغ الشاحنات على حاجزها العسكري في معبر أم جلود ونقلها إلى سيارات أخرى تستقدم من مناطق نفوذ المعارضة. هذه القافلة سبقها جدل حول إمكانية إدخال مساعدات إلى مناطق النفوذ التركي من مناطق سيطرة قسد شرقي سوريا، إذ رفضت الحكومة المؤقتة فتح الطرقات أمام مساعدات قادمة من المناطق نفسها. وفي تغريدة سابقة للرئيس المؤقت عبد الرحمن المصطفى عبر تويتر، قال فيها إن قسد تستثمر بآلام السوريين لتحقيق مكاسب سياسية تظهر فيها بالمظهر الحسن، حيث استبدلت الآن المفخخات بسيارات بغية اعتماد مناطقهم كمتنفس للمناطق المحررة. سبق ذلك في 9 من شباط الحالي وعقب 3 أيام من الزلزال الذي ضرب المنطقة، إعلان الإدارة الذاتية صاحب النفوذ شمال شرقي سوريا عن مساعدات أرسلتها إلى المناطق التي تعرضت للزلزال في سوريا، قوبلت بالرفض ومنعت من الدخول إلى مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة. بينما تعتبر القافلة الأحدث القادمة من شمال شرقي سوريا مبادرة أهلية نظمتها عشائر بمعزل عن سلطات قسد بحسب المصدر في الجيش الوطني. ويصل معبر أم جلود بين مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا ومدينة جرابلس الواقعة ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا شمال حلب. فيما أعلن معبر تل أبيض الحدودي بين سوريا وتركيا السماح للسوريين من قاطن الولايات المتضررة جراء الزلزال بالدخول المؤقت إلى شمال غربي سوريا وفق شروط محددة. وتضمنت الشروط أن يكون الشخص الراغب بدخول الشمال حاصلا على بطاقة حماية مؤقتة كملك في الولايات التركية المتضررة من الزلزال كهرمان مرعش، هاتاي، مالاطيا، أديمان، أضنة، غازي عنتاب، شانلي أورفا، كلس العثمانية، ديار بكر، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على إذن سفر. واشترط المعبر بحسب بيان صادر عنه الاثنين ألا تقل مدة الفترة التي سيقضيها الشخص في الشمال عن 3 أشهر وألا تزيد عن 6 أشهر. وأكد البيان أنه لا يمكن لصاحب طالب الإجازة العودة قبل 3 أشهر، وفي حال تأخره عن الرجوع إلى تركيا بعد 6 أشهر سيتم إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة به كملك في تركيا. وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري أوضح لعنب بلدي أن الحكومة تحاول تعميم القرار على جميع المعابر التي تسيطر عليها بين سوريا وتركيا دون أن يتم اتخاذ القرار بعد.